يعني الضربة غير عادية أبدا مشاهدينا، نحن أمام تحول دراماتيكي ومفصلي في مسار هذه المواجهة. الصور الحية التي تصلنا الآن من أعلى نقطة في الشمال الإسرائيلي توثق لحظة الارتطام. فندق دان بانوراما، ذاك الصرح الذي اعتبرته النخبة العسكرية والسياسية الإسرائيلية الملاذ الأكثر أمنا وتحصينا لعوائل القادة. الفندق الذي تسكن فيه عوائل قيادات إسرائيلية تحول في أجزاء من الثانية إلى ركام يشتعل فوق قمة الجبل. والمفاجأة الميدانية هنا دخول جيل جديد من الصواريخ الإيرانية إلى الخدمة، حيث تم استخدام صاروخ جديد يحمل اسم القارعة. هذا الطراز الذي استخدم للمرة الأولى أثبت قدرة فائقة على تجاوز كافة طبقات الحماية فوق خليج حيفا لينغرس في قلب المربع الذهبي للقيادة.